لكن انا كنت ملاحظ ان في ناس من خارج بيقولوا لي يا ريت شباب الاخوان ينسحبوا خالص، لانه وجودهم عامل نوع من الاثاره. ناس اتصلوا بيا وانا كلمت برضو بعض الاخوان المسلمين وقلت لهم بس هم خايفين. الشرطه الحقيقه لغايه دلوقتي مش عايزه تحتك بالناس، والقوات المسلحه طبعا نتيجه اللي حصل لها مش عايزه، فخايفين على المجلس وخايفين على الاعضاء، فعاملين زي دروع بشريه. هم تصوروا، الناس تصوروا ان دول واقفين عشان يمنعوهم من التواصل مع اعضاء المجلس، والتانيين واقفين حسب ما نقول ان احنا بنحمي المجلس واعضائه. فحصل سوء التفاهم اللي حصل ده. وانا يعني من رايي بقى ان ما دام المساله دخلت في الحساسيه دي، ان الاخوان يسحبوا شبابهم ويسيبوا الامور، خصوصا اذا لم يكن فيها تجاوزات. يعني ما دام ما فيش تجاوزات، ما حصلش تجاوزات لغايه النهارده يعني النهارده او فما دام ما حصلتش تجاوزات وحاجه يحاول حد يتسلق مثلا او يعتدي على المجلس او يحرق او ناس جايه تقدم طلبات، وده الكلام اللي احنا قلناه لهم. قلنا لهم يا جماعه بلاش المظاهرات ضد العسكر، ضد المجلس. خلوا مظاهراتكم عندنا احنا كمجلس شعب، انتوا اخترتونا وخلونا نتحدث باسمكم، لان احنا اقدر على الحديث بهدوء مع ونوصل طلباتكم. لو ده حصل يبقى يعني حلينا جزء كبير من المشكله.